نفس القصة في الشوط الثاني برضو نفس الحكاية، بداية متوازنة متماسكة لمدة 3 دقايق، والثاني مؤمن زكريا يسجل الثاني برأسية قوية جدا. المرة دي مش من ضربة ركنية أبدا، المرة دي بكورة عالية مرت من الكل من ناحية اليمين ومرت من دفاع حرس الحدود، ومؤمن زكريا هو الوحيد الجاهز لاستقبالها وبأقصى قوة في الزاوية اليمنى لأحمد سعد. عرضية وليد ورأسية مؤمن في شباك أحمد سعد، والهدف الثاني للنادي الأهلي. شوف مؤمن زكريا بأقصى قوة، هدف في الدقيقة 38، هدف في الدقيقة 52، ومرة أخرى ادي إيفونا بتعمل إيه؟ إيفونا غريبة جدا. علاء شعبان بتوظيف بسيوني، ادي غلطة كبيرة جدا، وحسام غالي ممكن يبقى فيها طرد، خلي بالك، طرد مباشر. الكابيتانو يترك الملعب ويترك فريقه بعد ما اتقطعت منه الكورة، واضطر انه يمسك محمد فاروق بنزيما، وكانت فرصة محققة لتسجيل هدف. وبالتالي حكم اللقاء كابتن احمد الغندور يستخدم سلطته ويستخدم البطاقة الحمراء لطرد حسام غالي، طرد مباشر. الاهلي يكمل المباراة ب10 لاعبين. حسام غالي يترك الملعب، يترك شرط، ادي الكورة اهي اتلخفنت واتلخبطت الكورة، اضطر ان هو يمنع محمد فاروق وهو رايح انفراد. محمد فاروق بنزيما رايح انفراد، واحمد الغندور بقرار حاسم تماما وبلا تردد، وحتى حسام نفسه مستحقة طرد وبطاقة حمراء مستحقة. احمد صافي وشريف اكرامي حامي الحمى حامي العرين، والحرس هبط اكلينيكيا. كورة تاني مش ممكن يا واد يا مؤمن، الله على الهدف، الله على الجمال. الثالث اهلاوي، الثالث لمؤمن زكريا، والثاني له في هذه المباراة. يرفع رصيده ل10 اهداف ويتساوى مع عبد الله السعيد. شوف الفرحة الحمراء او الفرحة الزرقاء بقى نسبة للون الازرق والفانيلا البديلة واللون البديل لكن هدف جميل، هدف رامي حلو، هدف مؤمن الاولاني حلو، لكن الهدف ده يمكن هو احلى اهداف المباراة. الاهلي يحسمها عن طريق مؤمن زكريا. شوف الكرة من على حدود منطقة الجزاء، والبليسنج رايح فين، واحمد سعد متقدم من مرماه، يلمحه مؤمن، يصطاده مؤمن، والكرة تغرد في شباك حرس الحدود. اعتاد النادي الاهلي فيما يبدو ان يظهر احمد الشيخ كتبديل للنادي الاهلي، وتسديده قويه من محمد فاروق بنزيما في المود النهارده، مزاجه عالي النهارده مؤمن زكريا. كوره تاني الرابع، سعد سمير يتقدم هو الاخر. سعد سمير واضح انه بدأ يغير من ايه؟ يغير من رامي ربيعة. قال لك اشمعنى رامي؟ اتقدم هو كمان ومن ضربة ركنية يسجل الرابع. الاهلي سعد سمير يربع النتيجة، يجعلها رباعية، ويعادل الاهلي اكبر فوز في تاريخه على حرس الحدود. ادي سعد يسجل في سعد سمير يسجل في احمد سعد، و4-0 للنادي الاهلي في اخر 10 دقائق. ادي الرأسية، والله ده ما لمسهاش سعد، ده احمد سعد هو اللي سجلها في نفسه. ده هدف عجيب جدا، هو يعني